لازم انا اقترحت اقتراح ان المفروض الفريقين يصعدوا للنهائي، لان ظلم ان يبقى فريق زي بيراميدز او فريق زي الزمالك في ظل المباراه اللي ادوها دي بالروح وبالعزيمه والثلاثه والاهداف والجمال ده كله، في الاخر فريق منهم يطلع. المفروض فيهم واحد يوصل، الاثنين يوصلوا للنهائي وكل واحد يلعب فيهم شوط قدام الاهلي. لكن كلمه في حق بيراميدز، يعني انك تبقى مطرود منك لاعب ويدخل فيك هدف ده عادي، انما انك تسجل هدفين وانت مطرود منك لاعب قدام فريق زي الزمالك، لا لا، ده هنا لازم تقول ان الفريق لا مصمم انه يعمل حاجه في الموسم ده. ولكن حظ انه هو اتصدم مع فريق زي الزمالك عنده خبرات وعنده لعيبه كبيره وعنده لعيبه ولكن اللي شفته في المباراه دياتي، برغم الاهداف الفرص اللي كانت ضايعه كتير وست اهداف دخلوا فيه، يعني حاجه تزعل وحاجه تفرح. يعني الحاجه اللي تفرح انه متعه، ان انا عن نفسي بشجع النادي الاهلي ولكن استمتعت بالمباراه. يعني انا بالنسبه لي بيراميدز، يعني هنا الزمالك لا، ممكن الفريق التاني اللي بعد الاهلي اللي ممكن احبه، لان مهما كان الاهلي الكره المصريه اهلي وزمالك، ولكن على المباراه اللي قدمتها بيراميدز لا، كل واحد ياخد حقه، كل واحد ياخد حقه صح. ولكن هنا كلمه واحده اوجهها للعيبه الزمالك، يعني انتوا واحد مدرب لسه المباراه الماضيه كان مدرب تاني اللي هو اسوريو، والمباراه دي مدرب تاني متغير خالص. ايه اللي فرق بين المباراه دي والمباراه دي؟ يعني لا هتقول لي مثلا اللي لحق يحط بصمته ولا لحق يحط اي حاجه. ايه اللي غير اداء اللعيبه من المرحله دي الى المرحله دي؟ ولا انتوا نفسكم ما كنتوش عايزين اسوريو يكمل، او انتوا ما كنتوش شايفين ان هو المدرب الانسب لنادي الزمالك، عشان كده كنتوا بتلعبوا باسوأ حاله منكم عشان ممكن تقول لا يلا يمشي؟ لان اللي شاف المباراه ديت ليكم وشاف المباريات الماضيه هيقول مش هي دي اللعيبه بالروح وبالقتاليه يعني كل حاجه كانت فيكم. ولكن الحاجه الايجابيه برضو في فريق بيراميدز انه برغم النقص العددي، الا انه بيطلع بيراتو توريه خط النص وبيحط رمضان صبحي اللي هو مثلا بيهاجم، يعني بيطلع واحد من خط الوسط اللي المفروض اساسا يطلع خط الوسط وينزل واحد مدافع، لا هو بيطلع خط الوسط وبينزل واحد مهاجم. وده لان فريق بيراميدز على ناحيه فريق الزمالك على الناحيه الدفاعيه كان مهلك ومنهنك دفاعيا، فلما نزل واحد زي رمضان صبحي ممكن بقوته البدنيه هيدافع وممكن وبرضه في الوقت هيهاجم. فهي حته تحسب لمدير فني زي باتشيكو. ولكن الحاجه برضه اللي سلبيه بالنسبه لنادي الزمالك ان 3 اهداف بيخش منهم، يعني اسوأ ما يكون في الدفاع، في التغطيه الدفاعيه، في كل حاجه. ولكن الكلمه اللي عايز اقولها، هو المفروض ما كانش عبد الله جمعه نزل، لان عبد الله جمعه سيبك من انه كبير في السن ولكن بعيد جوه عن الملاعب، فمش هيقدر يجاري الريتم اللي كان شغال. وده شفناه برضه في الجري او الراح واحد على واحد. ولكن كلمه في حق عبد الله السعيد، واحد لاعب 120 دقيقه في 38 سنه من عمره وبيدي بنفس الاداء، وما تقوليش ان هو مثلا ما كانش بيهاجم بيدافع، لا هو انا عن نفسي كنت بلاقيه في كل حته في الملعب. ولكن الكلمه الثانيه اللي صح ممكن اشيد بيه هو محمد الشيبي بيقدم مباراه في الناحيه الدفاعيه وفي الناحيه الهجوميه اقسم بالله. يعني باك يمين ممكن يتحط على الجرح يطيب، باك يمين اقسم بالله عظمه. ولا تقول لي محمد هاني ولا تقول لي، يعني ممكن اقول لك اكرم توفيق بيلعب بالروح، هختاره عشان الروح مش اكتر، انما اداء لا، محمد الشيبي اقسم بالله بيقدم عظمه. وبيقدم عظمه مش من ناحيه اداؤه في الملعب بس، لا من ناحيه حتى خبرته، ان هو مثلا في يجي باوقات تلاقي الفريق مضغوط ممكن تلاقي رجعت في الملعب وبيدعي الاصابه عشان قبل الفريق ما ياخد نفسه، ودي برضه تعود لخبره اللاعب. ولكن هي مباراه اقسم بالله عظمه، يشكر الفريقين على المباراه اللي قدموها. سلام.